في حضرة العالم الأفضل على مر التاريخ من وجهة نظري وأكيد من وجهة نظر حضراتكم في علم الآثار. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. مبسوطين جدا إن حضرتك قبلت بالمقابلة دي. شكرا دكتور. يعني احنا برنامجنا عبارة عن ستوري، بيستضيف العلماء، بيستضيف الكوادر اللي لها تأثير في مصر، حضرتك منهم يعني، وبنحكي عن قصصهم، عن بدايتهم، عن ازاي ان هم وصلوا لحضرتك فيه. بس النهاردة يعني انا جالي كومنتات كتير واسئلة كتير، يعني حابب اغير المحتوى بتاعي شوية واعرضها على حضرتك. اتفضل. ده لو سمحت. يعني في البداية كده في الاول جالي سؤال، يعني هو اتكرر كتير، الا وهو احنا وصلنا للحقيقة الكاملة للأهرامات ولا لسه في كلام؟ يعني ما عادش فيه بالنسبة للأهرامات ما فيش أي حاجات فيها إعجاز إطلاقا، لأن احنا دلوقتي عندنا معلومات كاملة عن كل هرم ازاي اتبنى. عندنا الناس ما تعرفش ان في قبل خوفو في اهرامات مبكره كتير جدا. انا عامل لسه كتاب باللغه الانجليزيه اسمه الاهرامات المبكره وعامله بالعربي ايضا. تمام. بالنسبه يعني كل الناس بتتكلم عن هرم خوفو. احنا هرم خوفو ده كتبنا كل ما يخص بنائه، وعندنا البرديه بتاعت وادي الجرف اللي هي اهم برديه بتتحدث لاول مره عن بناء الهرم، عن واحد رئيس عمال بيقول لنا اشترك في بناء الهرم ازاي. انا طبعا بستغرب كتير جدا من الكلام الفارغ اللي بسمعه، ان واحد يقول لك ايه ان الهرم ده ما بناش خوفو، بناه واحد من 20,000 سنه وجا خوفو خده. يعني كلام غير علمي، لان الناس دي بتعتمد على كتب غير علميه. ناس كتير جدا في امريكا بتكتب كتب كلها تخريف. لو انت بقى مش فاهم ومش بتعلم كويس، اما بتقرا الكتاب ده بتعتقد انه صح. مزبوط. الكتب دي لا يمكن تدخل مكتبه علميه. الكتب دي مكانها يعني بتتنشر بترمى في الزباله بعد كده. لكن للاسف الشديد يجي يقول لك ايه الاهرامات توليد كهرباء. طب ايه دليلك؟ كلام كله الحقيقه بيسمم عقول المصريين. وانا عايز اقول ان احنا عندنا كل معلوماتنا عن هرم خوفو. الاحجار طلعت خدت من الهضبه نفسها. الناس ما تعرفش سبب ان الثلاث اهرامات اللي في الجيزه ان هم من ناحيه البناء فيهم عظمه اكتر من 120 هرم اللي عندنا في مصر. ليه؟ الملك خوفو ومهندسه حميونه لما جم يفكروا كان لازم كل ملك يفكر هيبني هرمه فين. تمام. فابوه كان في دهشور. دهشور اتبنى فيها هرمين بتوع سنفرو. تمام. واحد في الهرم المنحني والتاني الشمالي. تمام. فما كانش في دهشور مكان لاي هرم خوفو يبني هرمه فيه. تمام. فراح اختار هضبه اللي هي هضبه الجيزه. هضبه الجيزه دي من الناحيه الجيولوجيه هي جزء من هضبه المقطم. تمام. الحجاره بتاعت هضبه الجيزه بتتكون من 3 طبقات. الطبقه الاولانيه تحت والثانيه عباره عن احجار هشه ضعيفه، حجر ضعيف. لكن الطبقه الثالثه فيها اعظم الحجاره اللي منها راس ابو الهول. تمام. وان المصري القديم بنى ال3 اهرامات من المحاجر اللي موجوده في الهضبه نفسها اللي هي ليفل الطبقه الثالثه. تمام. فعندنا مثلا هرم خوفو. كل هرم من الاهرامات الدوله القديمه بتلاقي ان دايما في الناحيه الجنوبيه اهرامات الملكات. خوفو اللي كان لازم يسيب الناحيه الجنوبيه فاضيه. ليه؟ عشان هينقل الحجاره من خلالها. فقام ناقل اهرامات الملكات للشرق وساب الناحيه الجنوبيه فاضيه على بعد 300 متر بالضبط. وشرق هرم الملك خفرع عندنا المحاجر بتاعت هرم الملك خوفو. وعندنا دليل ان الطريق اللي نقلوا الحجاره اتعمل ازاي. وعندنا دليل ان الهرم ده الناس اللي مش عارفه ان قاعدته 8 متر معموله من الصخر نفسها، من الطبقه الثالثه نفسها. المصري القديم لما خد المكان عمل المربع بتاع الهرم نزل في الصخر بالجوانب ال4 لما عمل قاعده 8 متر من الصخر نفسه مش من الحجاره. فعندنا يعني انا كاتب كل الادله اللي بتتكلم عن بناء الهرم. يعني ما تقدرش تقول ان ايه احنا ما نعرفوش عن الهرم دلوقتي. حتى احنا
بالاجهزه العلميه الحديثه دلوقتي. عندنا مشروع بيرأسه الدكتور هاني هلال اسمه السكان بيراميدز، اللي هو بيعملوا سكاننج للاهرامات. وعندنا بعثه تانية انا برأسها في الهرم، طلعنا فويدز يعني فراغات. تمام. الفراغ الاول 300 متر فوق البهو العظيم. جميل. فراغات اسفل الحجره الثانيه اللي بيطلق عليها خطا حجره الملكه، ورا المدخل القصري كوريدور طوله 8 متر. واحنا بندور دلوقتي ازاي ندخل هذه الحجرات. يعني اسرار الهرم بالنسبه لنا معروفه. اما انا بقول لك خوفوا بنا الهرم ده ليه؟ لان عندنا الحجرات الخمسه اللي فوق الهرم مظبوط. فيها كل الاسماء العمال اللي اشتركوا من الحجاره. ليه اهرامات الاسره الرابعه ما فيهاش نقوش؟ اهرامات الاسره الرابعه بتمتاز بضخامه البناء، والنقوش موجوده في المعابد. ما هو الناس اللي بيخرفوا دول اللي يقول لك الهرم بتاع خوفو خدوا كده، الهرم جنبيه دايما في كل هرم لا يقل عن 14 عنصر معماري، معابد، طريق صاعد، ورش، مدن العمال، مدن للكهنه، كل ده موجود في شرق الهرم. تمام. فاذا لما تبص للمعابد اللي جنب الاهرامات بتعرف وظيفه الهرم ايه. وظيفه الهرم الملك اتدفن جواه. وعندنا نصوص الاهرامات الموسى الخمسه اللي بعد الهرم خوفو مباشره ان الملك كان بيتدفن جوه الهرم عشان يستعمل الهرم عشان يصعد بها الاسماء. عندنا تاني الادله ان جميع الاهرامات طلع فيها اجزاء من المومياوات. ليه؟ لكن عندنا الهرم الوحيد من الاسره الخمسه في سقاره اللي الموميا كشفت كامله جوه الهرم. والراجل اللي قاعد بيتكلم ده طول النهار كلام ليس له اساس علمي، خليه يروح متحف امحوتب في سقاره وشوف الموميا دي، ويعرف لو قرا ان جزء من جسم الملك زوسر اللي بين الهرم المدرج عثر عليه جوه الهرم وتم تحليله بيعود لهذا المكان. صراحه تصريحاته غريبه لان الاهرامات دي في الاسره في نهايه العصر الدوله القديمه اللي هو عصر الاضمحلال الاول حصل فيه ثوره استمرت اكثر من 100 سنه. الناس دخلت الاهرامات وسرقتها، فلم يعثر غير على بقايا جثث ومومياء كامله داخل احد اهرامات الاسره الخمسه موجوده في متحف امحوتب في سقاره. فانا ارجو ان الشخص ده يقرا الكتب العلميه قبل ما يقرا الكتب اللي هو بيقنع بها اللي مش فاهم. يقول لك كتاب كذا 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 بيج نمبر كذا، فانت مش فاهم بتعتقد انه صح، لكن الكتاب ده انا لا يمكن اقراه ولا يمكن ابص له لانه بيتكتب من ناس بيقفل على نفسه اوضه ويكتب كتاب تخريف. اكيد. يقول لك خوفوا كلموا مش عارف ايه في كل الكهرباء ايه. طب بالذمه لو الهرم ده بيولد كهرباء هو هيولدوا الكهرباء بقى في 120 هرم؟ الهرم الصغير بتاع الملكات وبتاع الملك، وازاي كانوا بيولدوا وليه بيولدوا الكهرباء؟ وهل الكهرباء كانت معروفه في الوقت ده؟ يعني كلام حقيقه انا اسف وانا مش عارف. احنا كتبنا وقلنا احنا عايزين نمنع الخزعبلات اللي بتشوه تاريخنا بتشوه حضارتنا. ونقول لك ان الفراعنه كانوا بيصلوا ويصوموا، يعني الاسلام كان معروف بقى من 5000 سنه. طب ازاي يعني بنتعرض بقى للدين دلوقتي؟ فانا مش عارف. انا يعني اتمنى ان البرامج لما تطلع تجيب حد غير متخصص تجيب واحد بتاع اثار في نفس الوقت هو يتكلم وبتاع الاثار يرد. دي مشكله فعلا. فاحنا في النهايه اجاوب على السؤال واقول لك ان انا عامل 8 كتب باللغه العربيه عن الاهرامات موجودين فعلا. ارجو ان حد يقرا الكتب دي. عامل كتاب بقى باللغات المختلفه 1000 صفحه عن الاهرامات، كاتبين في كل كبيره وصغيره اي سؤال موجود عن الاهرامات رده موجود عندي. كويس. دي حاجه بالعلم كويس. وبالادله العلميه. اذا نحن وصلنا للحقيقه الكامله. بالظبط. طيب تفتكري ان في اكتشافات لسه في مصر لسه؟ انا دايما بقول انت لو رحت منطقه سقاره دي ولو دبيت فاس تطلع مقبره. احنا بقول دايما احنا كشفنا 30% من اثارنا وما زال هناك 70% في باطن الارض. فعندك لسه اكتشافات ضخمه. مثلا عندك في الدوله القديمه عندنا ملك الهرم بتاعه لم يكتشف اسمه هوني. عندنا في الدوله الحديثه مقبره الملك تحتمس الثاني لم تكتشف بعد. ده هيبقى من الحتب الاول طبعا. في واحد انجليزي بيقول انه كشف هذه المقبره، لكن انا بقول لا دي مش مقبره تحتمس الثاني. عندنا رمسيس 8 مقبرته لم تكتشف. كل ملكات الاسره ال 18
واولادهم مدفونين في مكان ما لم يعثر عليه حتى الان. مقبره اسكندر الاكبر، مقبره كليوباترا. يعني عندنا لا زال في باطن الارض الكثير من الاسرار اللي ممكن تهز الدنيا كلها، لان انت اي كشف اثر صغير في اي مكان بيعمل لك دعايه ضخمه في كل مكان. مظبوط. فانا بقول ان لا زالت رمال مصر بتخفي العديد من الاسرار. مظبوط. دي يعني تصريح انا باخده من حضرتك، يعني ان فعلا لسه مصر ولاده زي ما بيقولوا. بالظبط. طيب تفتكر برضو في اكتشافات هتأثر على الاكتشافات اللي فاتت؟ لا ما كل كشف بيضيف لكن لا يغير في فهمنا، لان احنا كعلماء اثار، علم الاثار الايجيبتولوجي ده المصريات بيدرس من اكثر من 200 سنه في العالم كله، فاحنا بنضيف لبعض لكن ما فيش تغيير يبقاش جامد، لان كل الاسرات المصريه وكل الحضاره المصريه وكل ملوك مصر ممكن بقى التغيير بقى في السنه. الملك ده ممكن، لان المصري القديم لما كان بيعد حكم الملك كان بيعد تعداد الماشيه ويقول في حكم الملك كذا، فممكن تعداد الماشيه يتم كل سنه، ممكن يتم كل سنتين، فبيحصل اخطاء في عدد سنوات حكم الملك. على هذا الاساس انا بنشوف اي اكتشاف ممكن يغير بس سنوات حكم الملك. يعني مثلا الملك خوفو، تمام، في العلماء درسوا البرديه اللي هي بتتكلم عن انه هو حكم 23 سنه، لان بقول لك هم حسب تعداد الماشيه. ف احنا بقى طلعنا في النص البرديه الخاصه بميرر اللي اشترك في بناء الهرم ومعاه 40 عامل، قال لنا انا عايش في عام 27 من حكم الملك خوفو. عام 27. فانا خدت العام 27 ده وجيت درست النصوص والنقوش اللي عثر عليها في المركب الثانيه. انا اديت تصريح من 20 سنه لجامعه واسيدا في اليابان عشان يطلعوا المركب الثانيه، هم بيرمموها دلوقتي. يعني انت لو رحت المتحف اللي موجود جنب الهرم جنب المتحف الكبير بتلاقي اليابانيين بيرمموا في المركب دي، طلعوا كل الاخشاب، لكن داخل الحفره دي طلعوا العام 28 من حكم الملك خوفو. ازاي العام ده بقى اللي دفن خوفو مين؟ جينيفر، ودفن المركب معاه، فحط السنه اللي مات فيها الملك خوفو. فاذا الكتب كلها بتقول ان خوفو حكم 23 سنه. انا عملت مقاله بقول لا ده حكم 28 سنه مش 23 سنه. فالتغيير حاجات بسيطه جدا، لكن مفيش كشف هيعمل تغيير جامد. ممكن بقى الفراغات اللي جوه الهرم دي، انا بقول ان الملك خوفو ده لما بنى هذا العمل الهرم العظيم حط الحجرات اللي موجوده دي خدعه، ولا زالت حجره الدفن بتاعت الملك خوفو موجوده جوه الهرم. تفتكر الاهرامات كانت مقبره زمان؟ طبعا، ما انا بقول لك اهو، عندك نصوص الاهرام بتقول لك الملك المدفون جوه الهرم بيستعمل الهرم ده سلم عشان يصعد بيه للسماء. فكل ملوك مصر اتدفنوا تحت الهرم عشان ده سلم، ما عدا الملك خوفو وابوه سلافرو. لان انا عندي فكره وكتبتها في عديد من المقالات ان الملك خوفو كان ملك فريد بيختلف عن كل الملوك. الملك بيبقى حورس في الارض، لما بيموت بيبقى الاله رع، لكن خوفو جه في العام الخامس قال لهم انا رع. وعندنا ادله بقى ان هو بدا يبني الحجره تحت الهرم. لما اعلن الاعلان ده سابها غير مكتمله وبنى حجره الدفن جوه الهرم. عندنا الهرم اسمه اخت خوفو، معنى افق خوفو، والموجود في الافق هو رع. ابو الهول بقى والمعبد اللي قدامه حاجه لم تتكرر لا قبل الاسره الرابعه ولا بعد الاسره الرابعه. اتبنت عشان تفت مع العقيده بتاعت خوفو، ان ابو الهول بيمثل خفرع وهو كحورس، وهو يتعبد بمخلبيه الى اله الشمس خوفو اللي بيشرق وبيغرب من هذا المعبد اللي هو اول معبد شمسي. فالحاجات اليونيك الفريده الموجوده داخل هذا الهرم كلها لها اسباب. طب ليه ما لقيناش لحد دلوقتي مومياء خوفو؟ ما انا بقول لك اللي حصل. اولا انا بعتقد ان لا زالت المومياء جوه الهرم لان هو اخفاها، والفراغات اللي احنا عثرنا عليها دي انا متاكد ان هذه الفراغات بتشير الى وجود هذه الحجره. اما
المومياوات التانية اللي عثر عليها داخل الاهرامات التانية، قلت لك مصر عاشت في عصر. فاكر اللي حصل في 2011؟ ايه هو؟ اللي حصل في الثوره دي الثورة، والهيصه دي، حصل عندنا 100 سنه من الغني بقى فقير والفقير بقى غني. ده اديب من الادباء. اللي كان الهرم اللي كان مليان خلوا الموميا بتاعت الملك. عندنا منظر لبعض القاضي بيحاكم لص، بيقول له ازاي دخلت الهرم وسرقته؟ قال له انتوا بتقولوا الملك هو اله، طب ما قامش ليه يمنعنا عشان اسرق اثاره؟ فاذا احنا عندنا كل الادله ان ليه ما فيش مومياوات كثيره عثر عليها داخل الهرم، لكن عندنا مومياء كامله ان سيتو عثر عليها داخل احد اهرامات الاسره الخمسه، موجوده في متحف إمحوتب دلوقتي. تمام. طيب لو قلنا مثلا يعني هنكتشف مثلا غرفه جديده داخل الاهرامات، حابب تبقى ايه؟ ما انا بقول لك حجره الدفن. اللي احنا طلعنا الفراغات اللي موجوده دي، هذه الحجره لابد ان تكون الحجره الدفن الاصليه الحقيقيه الخاصه بالملك خوفو. والسبب الاساسي لوجود هذه الحجره ان ما يطلق عليه داخل الاهرامات الاير شافتس، اللي هي تانلز بيسموها اير شافتس. لا، دي مش اير شافتس، دي خاصه متصله باخفاء حجره الدفن داخل هذا الهرم. وده كلام كتبته كتير جدا وعملت فيه مقالات كثيره يعني. حضرتك تفتكر شهرة الأهرامات أثرت على باقي الحضارة اللي موجودة؟ لا، كل فترة احنا عندنا، انت لو سألت طفل صغير في أي بلد في الدنيا وقلت له مصر، هيقول لك هرم خوفو، صح، وهيقول لك أبو الهول، وهيقول لك المومياوات، وهيقول لك توت عنخ آمون. فالأهرامات لم تؤثر. كل فترة من حضارتنا لها طعم ولها جمال ولها معنى. فما تقدرش تقول ان الهرم أثر عليه حاجة إطلاقا. ده بالعكس، ده العالم كله ما يعرفش. الشباب اللي يعرف اكتر يعرف توت عنخ امون، لان دي اول مقبره كامله خاصه بالطفل حكم عنه 9 سنين. فاذا انت عندك الحضاره الفرعونيه بكل ما فيها من ادب وفي علم انا لسه كاتب مقاله في جورنال الشرق الاوسط هيتنشر الاسبوع الجاي عن الماعد. قلت فيها ليه الحضاره الفرعونيه دي قامت بهذه العظمه؟ لان الملك كان ماشي تبع النظام الكوني أن يحكم بالحق والعدل من خلال المعد. وشرحت ما هي المعد دي. فالمصري القديم كان عنده مثل، وكان عنده إيمان بالعالم الآخر. وإيمان المصري القديم بالعالم الآخر هو اللي بنى مصر. إيمانه بالعالم الآخر بنى الأهرامات. إيمانه بالعالم الآخر بنى المقابر في وادي الملوك. إيمانه بالعالم الآخر عمل التحنيط. إيمانه بالعمل الآخر عمل المناظر جوه المقابر، عشان هي الحياة المثالية التي سوف يراها في العالم الآخر. مظبوط. لكن أنا بتمنى من كل القنوات اللي بتستضيف ناس مش بتوع آثار، يعني مثلا ما تصيف عالم آثار خلاص، لكن تجيب واحد مثلا بتاع مسالك بولية أو تجيبه يتكلم عن الآثار، ما ينفعش. طبعا. تجيب واحد مثلا متخصص في الكيمياء يجي يتكلم عن الآثار، ما ينفعش. فاذا لما انت تجيب حد متخصص مش متخصص، انا بعتقد ان من الصح ان انت تجيب قصاد واحد بتاع اثار عشان يرد عليه اذا كان انت مصمم انت تجيب هذا الشخص. لكن احنا نسيب الاعلام بالحابل والنابل ونخلي الناس يتم التاثير على عقولها بهذا الشكل. انا بعتقد ان ده ما يصحش لنا كمصريين. عندنا حضاره عظيمه العالم كله بيكتب عنها. انت عندك علم الايجيبتولوجي في كل بلد. مظبوط. في كل بلد فيها قسم للمصريات. مظبوط. للاسف الشديد الكتب العلميه ما حدش بيقراها، لكن روح اي مكتبه انت حواليك بص الكتب دي كلها علم. مظبوط. ما تلاقيش هنا كلام كتاب اللي بيقروه ده البيج نمبر مش عارف 400 بتقول كذا. ده راجل بيخرف اللي هو صح. الاجنبي اللي كاتب هذا الكتاب تخريف. انا دايما اقول للناس ان الكتب دي واحد بيقفل على نفسه اوضه في نيويورك ويكتب كتاب خوفو كلمه. طبعا الكتاب انت هتتجنن. خوفو كلمه وتصدق، لكن طبعا كلها تخاريف ليس لها اساس. انا زمان لما سمعت عن التخاريف دي دخلت الهرم بالليل، لقيت ان اصوات الفيران جوه الهرم هي اللي بتخلي بعض الناس اللي كانوا بيعملوا تعبد اللي هو مديتيشن، احنا بنقول عليها بيعبدوا الهرم، دول مش بيعبدوا الهرم، دول بيدخلوا جوه الهرم عشان يعملوا مديتيشن اللي هو التامل. بس
ده كان مسبينهم خطا عباده او عباد الاهرامات، وده خطا. مظبوط. طيب تفتكري ان في يوم من الايام ممكن نكتشف مقبره اهم من توت عنخ امون؟ والله احتمال. انت مثلا عندك زي ما قلت لك مقابر الملوك، في لسه ملوك. لو كشفت مقبره الملوك كامله هيبقوا اهم من توت عنخ امون، لان توت عنخ امون ده حكم 10 سنوات. لمقبره نفرتيتي هتبقى اهم من توت عنخ امون. فلكن انا دايما بقول ان كل وقت وليه اذان، وباذن الله الحاجات العظيمه دي اللي احنا بنتبناها ممكن. عندك مثلا مقبره امحتب العبقري، المهندس اللي بنى الهرم المدرج دي، لو تم كشفها، انا يعني بندور عليها دلوقتي، هيبقى كشف عظيم جدا وبقى اهم من مقبره توت عنخ امون. حضرتك بتحب امحتب؟ لا مش بحب امحتب، هو حاجه منسيه في التاريخ ولم يعثر عليها بعد، وكل علماء الاثار الاجانب بداوا يدوروا عليه ما لقوش، وانا بعتقد ان احنا يعني ممكن قريب نكتشف مقبره امحتب. طيب بالنسبه لمقبره كليوباترا، هو مقبره كليوباترا ما اعتقدش ان هو في ست بالدومينيكان ريبابليك بتبحث داخل معبد دلوقتي اسمه تاب وزيرس ماجنا في اسكندريه، بقى لها يمكن 15 سنه، وعثرت على عمله الكليوباترا وتماثيل بتدور في الميه دلوقتي. لكن انا بعتقد ان الحي الملكي اللي كان موجود في اسكندريه، اللي منطقه الشطب والسلسله دلوقتي، كانت هي اللي فيها قصور الملوك. واحنا عارفين ان كليوباترا بنت قصر في هذا المكان اللي قابلت فيه قيصر، واللي قابلت فيه مارك انتوني، واللي حكمت فيه العالم. وبنت لنفسها مقبره جنب هذا القصر، وانها اندفنت داخل هذه المقبره. وانا لا اعتقد ان مارك انتوني اتدفن في مصر، لان اوكتافيوس القائد العظيم قيصر مش ممكن يسيب مارك انتوني الروماني يتدفن في مصر اطلاقا. كان لازم ياخده ويدفنه في روما، لكن ما عندناش دليل لهذا الكلام. مظبوط. طيب ايه اكتر معلومه بيقولها الجيل الجديد في الاثار عن الفراعنه وحضرتك شايفها ان هي غلط؟ كتير. كل ده عندك اللي زبق الاحمر، مفيش حاجه اسمها زبق احمر. مفيش حاجه ام محمد اللي بتقسم الاثار، مفيش حاجه من دي. مفيش حاجه اسمها الهرم بيولد كهرباء. مفيش حاجه اسمها برديه بتقول ان ناس جم من الفضاء وجم مصر. لا يوجد برديه بهذا الشكل. مفيش حاجه جوه المومياوات. مفيش حاجه للاطباق الطائره اللي بيتكلم عنها الراجل ده. مفيش كلام كتير جدا. يعني انا بادئ اكتب عن الاخطاء كلها. فاول مقاله كتبتها امبارح عن اول واحد اتكلم خطا كان هيرودوت ابو التاريخ، جه مصر، ده اول واحد. وبعد كده هبدا في العصر الحديث والعرب، هبدا في العرب قالوا عن الاهرامات بالتكاليف، وبعد كده هتكلم عن اللي بيحصل دلوقتي، هكتبه وهسجله. فاول مقاله امبارح قلت هيرودوت لما جه هنا كان في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد. لما جه كان في قريه اللي هي مكان نزله السمان اسمها بوزيرس. احنا عندنا 14 قريه في الدلتا والصعيد اسمها بوزيرس. الجزء لما الاله ست قسم اوزيريس قطعوا 14 قطعه ونشرها في مصر كلها، فكان اسمها بير اوزر بالهيروغليفي بمعنى ارض اوزيريس، او بوزيرس باليوناني، او ابو صير بالعربي. فدي كانت القريه دي موجوده. الناس اللي فيها هم اللي قابلوا هيرودوت كاول سايح. لكن هيرودوت كان راجل امين، قال اي حاجه يقول لك انا سمعت، هقول لك سمع ايه. وتاني حاجه اما انا شفت هقول لك شاف ايه الاول. قال لك في بير ميه تحت الهرم، الناس كلها علماء الاثار مش عارفين البير ده فين. وانا لما كنت مدير الهرم لقيت كان في حفناوي الله يرحمه اللي كان بتسلق الهرم ده في دقايق. قال لي احنا بنستحمى كل يوم في الصيف ده، كان الدنيا حر. بقول له انت فريش ليه كده؟ قال لي لسه بنستحمى في بير في الهرم. خدني ونزلت البير ده بين ابو الهول وبين الهرم الثاني. تمام. قررت احفره، فاتصلت بالمرحوم اسماعيل عثمان كان ماسك شركه مقاولين العرب، بعت لي مهندسين وترمبات وشلنا الميه، طلع 4 اعمده جواهم تابوت. فدي كانت مقبره رمزيه خاصه بالاله اوزيريس اللي بيحكم العالم الاخر. فاذا هيرودوت احنا قلنا قال ايه؟ سمع ايه بقى؟ سمع ايه؟
نمرة واحد، قال ان خوفو كان حاكم ظالم، وانه سخر كل المصريين عشان يبنوا هرمه. فكره اي واحد بيغير في العقيده المصريه، المصريين بيكرهوا وبيكسروا اثاره. حتشبسوت ما كانش المفروض تبقى فرعون ملك، كسروا اثارها. اخناتون غير في العقيده، كسروا اثاره. وانا بقول ان اول واحد كسر اثاره هو خوفو. كل المعابد وكل تماثيل الملك خوفو في عصر الاضمحلال الاول تم تدميرها بالكامل. حتى ال 23 تمثال بتوع ابنه خفرع يعني مش كسروا، ده اسماش اللي هي انتقام، يعني بيدعكوها انتقاما منهم لانهم غيروا في العقيده المصريه. فتنقل على مر العصور ان خوفو غير في العقيده، فالناس كرهته ودمرت اثاره، ولا زالت الفكره متاخده حتى 500 قبل الميلاد لما جاء هيرودوت. الحاجه الثانيه، قال لك بنت الملك خوفو كانت تعمل في الدعاره، وكانت تسال كل حبيب ان يحضر حجرا لبناء هرم ابوها. بقى بالذمه حد يصدق ان بنت الملك خوفو ازيز مستحق؟ فده كلام قالوا الناس اللي هم قاعدين بيخرفوا، زي التخريف اللي اليومين دول بالظبط زيه. فانا كتبت المقاله الاولى دي، وهبدا بعد كده هدخل في العرب قالوا ايه من تخريف، وهمسك بقى كل التخاريف اللي اتقالت هسجلها في مقالات كامله في جريده الشرق الاوسط. مظبوط. طب عايز اجيب لحضرتك كده سؤال. يعني في حد بيقول، هل حضرتك شايف ان بعض النظريات عن الحضاره المصريه القديمه اترفضت لمجرد انها غير مألوفه رغم ان ممكن يكون عليها ادله؟ ما هو ما فيش نظريه بادله بترفض اطلاقا. اديني نظريه واحده. احنا اي نظريه بيقولها عالم اثار، زي انا بقول لك خوفو كان اله، طب ليه؟ 1 2 3 عندي 12 دليل. فده صح، لكن ما يجيش بقى واحد يقول لك الهرم بقول لي الكهرباء، طب ايه دليلك؟ اديني دليل واحد. الهرم بناه الالينز، طب الالينز دول اللي بنوا الهرم مش هيسيبوا حاجه على الارض؟ صح. مش هيسيبوا قله بيشربوا منها المفروض مثلا، ولا الالينز دول يعني. فاذا اديني دليل واحد لاي حاجه. يقول لك الحجاره بنقلوها ازاي؟ تعال بص المقبره عندنا، المصريين بينقلوا تمثال 60 طن. 60 طن. شوف مسلات حتشبسوت على المعبد بتاعها مع الفيضان، بيروحوا اسوان بيقطعوا المسله بينقلوها بالفيضان. يعني انت شوف، هل انت دلوقتي تقدر تبني الهرم ده؟ ما تقدرش. لا طبعا. ليه؟ هل هتجيب 10,000 عامل كل يوم يشتغلوا 28 سنه؟ مش هتعمل كده لانك غير مؤمن بده. لكن ده كان المشروع القومي بتاع المصريين كلهم. فكان لازم كلهم يبدوا الهرم عشان الملك يبقى اله. فالرد السؤال ده سؤال مش صح. انت اديني حاجه واحده بدليل رفضناها كعلماء فعلا. اطلاقا لا يمكن. مظبوط. طيب تفتكر ان الفراعنه زمان كانوا فعلا متقدمين في شتى المجالات؟ ما انا قلت لك التقدم في ايه؟ الاعتقاد في العالم الاخر هو الذي بنى مصر. انا هعيش في العالم الاخر. لازم ابني مقبره من حجر تعيش فيها. لازم اعرف احنط ازاي. لا يعني كل ما هو يخص من علم عرفه المصري القديم عرفوا من اجل الحياه في العالم الاخر. لانه كل عشان يرتب لهذه الحياه كان لازم يبدع. بيبني الهرم مدخله بيتوافق تماما مع النجم الشمالي، فكان لازم يعرف الفلك. فكان الكهنه يطلعوا فوق المعابد ويرصدوا كل النجوم اللي موجوده في السماء. فاذا عندنا الزودياك اللي كان موجود معبد دندره او في مقبره سيتي. يعني عندنا ادله كثيره على تقدم المصري القديم. ليه؟ كل ده من اجل الحياه في العالم الاخر. دكتور، ايه الشخصيه الفرعونيه اللي لحد الان دلوقتي ما عرفناش حقيقتها كامله؟ لا احنا كل الشخصيات الفرعونيه عارفين عنهم حاجات. يمكن الملك خوفو اللي هو عشان احنا لسه بندور في الهرم بتاعه يبقى فيه لسه معلومات، لكن كل ملوك مصر عندنا معلومات كامله عنهم. يعني ما اعتقدش ان في شخصيه في العصر الفرعوني اقدر اقول لك ما نعرفش عنها حاجه. لان في حاجات مكتوبه عن هذه الشخصيات، مقبره، نصوص جوه الهرم. فاذا انت الشخصيات الفرعونيه كلها معروفه لدى علماء المصريات. طيب
هل في سر في الحضاره لسه حضرتك بتدور على اكتشافه؟ طبعا. مقبره امحوتب، مقبره نفرتيتي، مقبره الملوك بتاع الدوله الحديثه، مقبره بتاع كلها اسرار. بنحاول ان احنا يتم كشفها. وزي ما قلت لك احنا طلعنا 30% من اثارنا، وما زال هناك 70% في باطن الارض. طيب يا دكتور، اخر حاجه كده، لو كان قدام حضرتك فرصه واحده ترجع للماضي وتشوف لحظه تاريخيه بعينك. بناء هرم الملك خوفو. بناء هرم الملك خوفو. طب انا بشكر حضرتك جدا. شكرا. انا استمتعت بوقتي مع حضرتك جدا، وانا ما كنتش في يوم ان انا اتخيل اقعد مع حضرتك واخد كم المعلومات دي. شكرا جدا.